من 7 سنين بالظبط كنت قاعد في نفس مكانك وبفكر، هل هكون الشخص اللي بيقضي ساعات قدام الشاشة وبيتفرج عليها بس، ولا هكون الشخص اللي بيصنع اللي جوه الشاشة؟ في الوقت ده ما كنتش أذكى من حد ولا أحسن من حد، لكن كان قدامي قرار صغير لكنه فرق في كل حاجة بعد كده. مع كل خطوة كنت بكتشف إن الصعوبة عمرها ما كانت في الطريق، المشكلة كانت مع مين أنت بتمشي الطريق. لأن وجود حد سبقك وغلط واتعلم ونجح بيختصر عليك سنين كتيرة من الحيرة. وأنا النهاردة مش جاي أقول لك إن البرمجة مادة مقررة عليك أو منهج علمي المفروض تحفظه أو حتى تفهمه، أنا جاي أقول لك إن هي طريقة تفكير هتفرق وهتغير أسلوب حياتك بالكامل. ولو أنت في أولى ثانوي أو تانية ثانوي فأنت مش متأخر ولا أنت متقدم، أنت واقف عند أهم قرار وأول خطوة هتغير مستقبلك بالكامل. يمكن بعد كام سنة تبص لنفسك وتكتشف إن كل اللي فرق كان أول خطوة، وتشكر نفسك فعلا إنك بدأت وقتها. أنا مستر عبد الرحمن، وأوعدك إني مش هكون مجرد مدرس برمجة ليك، بل هكون الموجه ليك في أولى خطواتك لحد ما تعرف تمشي الطريق لوحدك. لكل أبطال دمنهور مستنيكم يا أبطال في السنتر، وأونلاين لباقي أبطال الجمهورية.